ورجعت لكم تاني. فطبعا انا حطيت الغطيان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، هما 3 غطيان، وهي محطوطة من الاول للنهاية صغيرة. وفي حاجة تانية عايز اوريها لكم صغيرة عشان محدش منكم يغلط فيها. انا حبيت اعملها بالقصد عشان يبقى انتم عارفين بيها عاملة ازاي. طبعا المسقة دي العلافة دي الأكلة ديت زي ما انتوا شايفين هي محطوطة. فأنا عملتها ليه كده عشان أوريكم. شفتوا الكتكوت عامل ازاي دخل جوه، هو بياكل ومش عارف يطلع ليه. هو حاول يدخل وهيحاول يطلع مش عارف. فيعني زي ما انتوا شايفين لازم تتأكد ان هي، بصي زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا هما بيحاولوا يدخلوا ازاي، كلهم هيتحبسوا وهياكلوا، هيجي يطلعوا بعد كده مش عارف يطلع. فهنضطر اعمل ايه بقى؟ بص اهو كده واحد جوه. فعشان ما تقعوش في الغلطة ديت لازم هنا في بريمة اهيت زي ما انتوا شايفينها كده، تعملها كده عشان تقدر تغطيها على قد ما تقدر، بحيث ان هم ايه ما ينزلوش جوه. وانا كده ابتدي احطهم بس المعلوم ما طبعا على قد ما اقدر للاخر عشان ياكلوا منها. طبعا ايه خليه هي طبعا ايه كده في مستواهم زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي بقى احط الباقي كله زي ما انتوا شايفين كده برضو. احط الحاجة اهو. طبعا هم كده بياكلوا ويشربوا زي ما انتوا شايفين كده. يا ريت اللي بيشوفني لأول مرة لايك وشير، ويا ريت يوصل الفيديو دوت لحد 1000 لايك. وانا تحت استعداد لاي ملاحظات حد يقدر يبعتها لي في الكومنتات، هقدر ارد عليه. حد عايز يعرف حاجة عن اصول التربية اقدر ارد عليه. انا مش هبخل عن اي حد حاجة. طبعا انا كنت في الاول كده بحاول قدر الامكان اجمع معلومة من هنا ومعلومة من هنا عشان أقدر أعمل مشروع، والحمد لله نجحت فيه. بدأت فيه والحمد لله. ده من المشروع ده ببدأ فيه من 2018 لحد النهاردة. طبعا النهاردة سنة 2021 والحمد لله المشروع ماشي معاه زي الفل وكويس. طبعا أنا جايب فراخ جديدة اللي هو الكتاكيت اللي هي السودة لو انتوا شايفينها انها دي كده. ده نوعية جديدة أنا جبتها وموجودة في السوق مبدئيا، بس أنا أول مرة أشتغل فيها. ده نوع اسمه جميز زي ما انتوا شايفينه. الكتكوت الأسود ده نوع جميز. طبعا الناس بتشكر فيه إن بيقولك معدل النمو بتاعه إلى حد ما مش وحش. وبرضه بيبيض برضو ممكن تستخدمه للحم ممكن تستخدمه للبيض. في طبعا كتكوت منه اللي هو الأحمر. ده الكتكوت الأحمر اللي هو الساسو، هو الفراخ الحمراء الناس اللي بتقول عليها اللي هي الفراخ البلدي. بس طبعا ده مش بلدي، ده كتكوت ساسو. لحمه بسم الله ما شاء الله، لحمه أحمر وممتاز، يشبه لحم البط بالظبط في الطعم، في الريح، في ريحته. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كويسة. الناس اللي تقدر تشتغل فيه ممكن يشتغل في الأساس، وده حلو. بس هو مشكلته مشكلة إن هو بياخد وقت في التربية زيادة عن اللزوم عشان تقدر توصل الوزن بتاعك ل2 كيلو. ممكن يقدر ياخد شهرين، ولو انت زودت شوية كل ما بتزود شوية كل ما ياخد أكتر من كده ويزود معاك في الإنتاج. طبعا في حاجة أنا حبيت أنوه عليها. طبعا زي ما انتوا شايفين ده أهم حاجة اللي انتوا شايفينه ده. طبعا أنا جبت حاجة تانية اهي. ده زي ما انتوا شايفين اهي، دي الخميرة الفورية. طبعا أنا كنت بجيب بالباكو. الباكو كان عامل معايا جنيه ونص. طبعا في بيكفيني فترة، يعني حوالي حسبة 4 5 أيام، لأن طبعا أنا مبحطش مقدار كبير. انا بحط ادي المعلقه اللي انا بحطها، بحط بالظبط قد كده، بالظبط قد كده على طرف المعلقه، بالظبط على قد ايدي بالظبط. من اول ضفر ايدي لحد اخر المعلقه انا بحط قد ايه مقدار خميره على المسقه ال3 لتر اللي انتوا شايفينها ديت. طبعا كل ما زاد
الخميرة كلما المنتج بتاعك او الفراخ اللي انت بتربيها طبعا مش هتزيد معاك، لان ليها معدل معين للخميرة دي بالذات. هتمشي معايا زي ما انا ماشي كده بالظبط، هتلاقي نفسك ماشي كويس. وانا ان شاء الله هبتدي اوزن لك. انا كده وزنت لك عمر ما جبتهم. الكتكوت بالظبط عامل معدل الوزن بتاعه من 50 ل 45 جرام، وفي حاجات وصلت ل 55 جرام على الميزان الحساس اللي عندي. وانا هوزن لكم يعني ان شاء الله كل اسبوع هعمل لكم شيشنا كده على الوزنه، عشان اعرفكم ان انت كنت ماشي فعلا سليم، ولا انت مقصر في شيء او في حاجة عملت معاك مشكلة او معاك ضرب. هل انت ماشي على منوال كويس ومستوى كويس وتطلع معاك اوزان كويس على نهاية الدورة بتاعتك، ولا انت ماشي في مشكلة عندك او في حاجة. وفي حاجة طبعا انا حبيت ابلغكم بيها، ان انت كلما حطيت الغطيان زي ما انت شايف كده بتقل نسبة الكوكسيديا او الكوليستيريديا عندك. ليه بقى؟ الكوكسيديا بتيجي ان ده من نتيجة تلوث الاكل اللي هما في الاكالة. طبعا بيضطروا يتبردوا في الاكالة، فبيضطروا ياكلوه، فبيضطر يجيلهم امراض والعياذ بالله. طبعا بيقولك الوقاية خير من العلاج معايا. طبعا الغطيان طبعا زي ما انتم بتشوفوا نهار التالت بتحطها، يكون الكتكوت تبقى ابتدي يتعلم ازاي يوصل للاكل ويعرف الاكل ازاي. ويا ريت الناس تدوس لايك وشير، وانا تحت استعداد ارد